أحبة الرياضيين والمشاهدين، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بالجميع. طبعا يوم أمس لم نستطع أن ننزل فيديو بسبب النت الضعيف، وثانيا بسبب الإطلاق الأعيرة النارية لم نستطع الخروج للشارع ومواكبة الحدث والفرحة. كان هنالك إطلاق رصاص بالجو، وطبعا هنالك أضرار وهنالك من أصيب بهذه الاحتفالات، ولكن كنا نتمنى أن تكون ألعاب نارية أفضل من إطلاق الرصاص الحي، ولكن حصل ما حصل، وإن شاء الله في الأيام القادمة نمتنع عن هذه الأشياء. أصدقائي الرياضيين، طبعا هنالك موضوع يجب أن نتحدث به، وهو المعلق لاوين هابيل قرر أن يبتعد عن التعليق للمنتخب اليمني، وكان يبكي أثناء التعليق. نشاهد معا، أولا نشاهد الإطلاق الناري، ومن ثم نشاهد لاوين هابيل ماذا قال ولماذا قرر أن يكون هذا آخر تعليق له للكرة اليمنية. نشاهد مع بعض. من هنا من مدينة زافو من العراق العظيم، من إقليم كردستان العراق. كنت معكم لسنين طوال، ناقلا لكل المباريات والأحداث من خلال أبسط الأدوات، متحديا كل الصعاب من أجل عيون جماهير اليمن العظام. كنت معكم في التتويج بلقب الغرب آسيا في عام 2021، والتتويج حينها لأول الألقاب، واليوم أيضا كنت معكم في التتويج بثاني الألقاب. الحمد لله، كنا وجه خير عليكم في أغلب الأوقات، وأترككم الآن لأن مهمتي انتهت في هذا الزمان مع الكرة اليمنية، وأوصلت رسالتي من هنا من العراق لكم يا شعب اليمن العظام، وإن شاء الله القادم أفضل بحول الله. وأودعكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. طبعا نرجو من المعلق لاوين هابيل بأن يطلع بفيديو آخر ويوضح للجماهير العاشقة لكرة القدم وتعليق لاوين هابيل الكردي لماذا قرر أن يبتعد عن التعليق للمباريات اليمنية بالذات. هل هو بسبب عدم التوفر الإمكانيات، أم أنه كان هنالك عدة انتقادات، أم أنه يعني يقصد بأن هذه البطولة فقط وهنالك بطولات أخرى سيعلق بها؟ نرجو من المعلق لاوين هابيل أن يوضح للجماهير التي هي خلف الشاشات. تحب هذا المعلق كثيرا من الجماهير اليمنية، وطبعا هذا كنت ما أريد أن أوضحه للجماهير وشعبنا اليمني في الداخل والخارج. كنت معكم أنا عصام عقيل، دائما نطلعكم بما هو جديد وحصري. خليكم متابعين لقناتي، واشتركوا وفعلوا الجرس واكتبوا تعليق. المهم أصدقائي الرياضيين، سنكون معكم هنالك عدة بطولات هذا العام القادم إن شاء الله، تكونوا على الموعد. إلى اللقاء.